مهم جدا ان الام تبقى فاهمه ان كونها ام وهي بتبقى لازم يبقى عندها استيعاب وطولة بال وتفهم، وده جزء اساسي، لان في امهات بتعمل دماغها بدماغ البنات. فقالت لي انا بكرهك، فانا هرد عليها واقول لها انا كمان بكرهك. انا زعلانه منك ومش هتكلم معاكي، فانا هقول لها انا كمان زعلانه منك ومش هتكلم معاكي. فتبقى دماغها بدماغ بنتها، وبندخل في طريق عند مسدود للاسف ما بيوصلش لحاجه. لكن احنا بنوجه الامهات بان احنا محتاجين نتفهم ان دي مرحله تحول من الطفوله للشباب، وان البنت هنا بتشوف تغيرات جسديه وتغيرات نفسيه، بتحس ان انا اتغيرت خالص، انا خلاص كبرت، انا اقدر اخد قرارات لوحدي. المرحله دي بيكون انتمائها هنا لاصدقائها اكتر بكتير من اهلها. فما ينفعش الام تقعد طول الوقت تتريق على اصحاب بنتها او تسفه منهم او تشكك فيهم طول الوقت، لان ده هيخليها تخسر بنتها وتخسر التواصل مع بنتها، لان الانتماء في الفتره دي بيكون للاصدقاء اكتر من ما انه يكون